سامي بسام، الرجل الذي يستطيع وعنده الامكانيات انه يعمل لك فوارق كبيره جدا هجوميه، لاعب متميز جدا. اتمنى واتوقع لهذا الرجل مستقبل كبير وكبير جدا لربما يكون في ما تبقى من سنين قادمه ان شاء الله في كره قدم بحرينيه. اللاعب الوحيد الامام بسام، يلعب كره بسام خطيره لصالح المنتخب. اكيد راح يكون هناك اداء مختلف اذا ما سجل احد الفريقين، وخطيره على مرمى المنتخب اللبناني، خطيره على منتخب لبنان وابعدها الى خارج الملعب لركله ركنيه. لاحظ سامي بسام الوحيد لخط الامام للمنتخب البحريني، ارسال الكره الى مرمى المنتخب اللبناني. هذا هو سامي يسدد على المرمى لكن سهله تصل لحارس مرمى المنتخب اللبناني. خط الجزاء والكوري يثير باستمرار اللعب لصالح المنتخب البحريني. انفراد بسام البحرين، والقائم الايمن، القائم الايمن يمنع محاوله المنتخب البحريني. وبسام سامي بسام، لاحظ الانفراد من سامي بسام اللي سدد على القائم القريب لبسام في وقوف القائم الايمن الى جانب المنتخب اللبناني. كره من جهه اليسار، اخطر منتخب البحرين افضل من المنتخب اللبناني، والرأسية مرت في البحرين. كرة في المنتصف، هجوم الان سامي بسام، كانت عنده فرصة ممتازة بسام، رمية جانبية للبحرين، تنفذ الرمية الجانبية داخل منطقة الجزاء للمنتخب اللبناني. محاولة التمرير ممكن الان البحرين، يفاجئ لبنان ويسجل، وركلة جزاء للمنتخب البحريني. سامي بسام يتقدم للتسديد ويسجل هدف أول للأحمر البحريني في مرمى لبنان. إذا سامي بسام يسجل هدف أول للمنتخب البحريني من ركلة جزاء محتسبة في الدقيقة 67، يسجل من خلالها اللاعب للمنتخب البحريني سامي بسام هدف أول في هذا اليوم، هدف أول ومن ركلة جزاء. لاحظ دقة التصويب من سامي بسام، يضع الحارس على اليسار والكرة تسكن في الزاوية اليمنى لمرمى المنتخب اللبناني. وهدف أول للبحرين، هدف أول للبحرين، وقوية كانت من سامي بسام. البحريني عملية المرور الحذاري من هذه الكرة، بسام في هذه الكرة مهدي، هدف رائع أو انتصر المنتخب القطري على المنتخب العماني. مرة أخرى تحت أقدام اللاعب يونس أمين، يوصل الملعب يا يونس أمين، هي تمضي تعود هناك تحركات جميلة. محمد إسماعيل يرى هذه الكرة من إسماعيل والتسديدة، ويعود بالمباراة شاهد هذه اللقطة الماضية والتسديدة الرائعة من اللاعب سامي بسام. بينما أيضا المشاركة بالثانية عام 97 خرج من دور المجموعات بطولة كأس العالم، ولكن هذه الكرة عدت غادر أرضية الملعب، هذه الكرة غادرت أرضية الملعب. بينما تتحدث عن المنتخب القطري أيضا البحرين ماشي، هذه الكرة للأمام هي للمنتخب البحريني. الشوراني يحاول والتصويبات، جول! هذا سامي بسام العوادي يعود في المباراة. سامي بسام العوادي للبحرين، وين لا يسجل هدف التعديل. شاهد كيف مر من بين المدافعين، سدد بقوة ومرت من تحت ايادي الحارس زياد محمد. سامي العوادي يعود في المباراة للمنتخب البحريني ويسجل هدف التعديل. سامي بسام العوادي، هذا اللاعب سجل من سالم رضا، عادت يا سالم لسامي بسام العوادي. المباراة الأولى تغلب على منتخبنا العراقي بهدف، والمنتخب البحريني المباراة الأولى تغلب على المنتخب. ترجع الكرة الآن أمامية خطيرة، قد تكون حركة قوية الآن بالانطلاقة السريعة على اليسار، التصويبة قد تكون تحت تخطئ والتدخل من اللقطة الماضية. ما زالت بالمحاولات والمراوغات والعرضية القوية، ما زالت فرصة جول. كرة في هذه اللحظات عن طريق ركلة زاوية تلعب سريعة أرضية الآن لمصلحة نادي المحرق. التقدم الجميل والتصويبة القوية جدا كانت.
لعب الكرة على يمين حرقاوية، العرضية عالية ملعوبة داخل منطقة الجزاء، خطيرة بالراس، جول 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 براسية سامي. الآن ربما تتحقق الأماني المحرقاوية، راسية بعد عرضية مثالية يحولها سامي إلى أعلن عن الهدف الأول محرقاوي في هذه اللحظات. الانطلاقة هنا كرة على اليسار، خطيرة محرقاوي، العرضية أرضية خطيرة، فرصة انهاء الأمور خطيرة جدا الكرة الماضية، ولكن يا سلام على التصدي. يلا سامي